صباح الفل حبايبي. وحشتوني، بقالي كتير ما نزلتلكوش فيديوهات. يا رب تكونوا بخير. بمناسبة بقى صباح الخير وان احنا كده ايه الصباح، فعامله لكم مربى عنب حلوه قوي قوي قوي، جميله، هتعجبكم. يا سلام كده لو تعملوا كده ايه سندوتش مربى على الصبح كده بالقشطه. مربى العنب دي جديده بقى، مش كتير قوي اللي بيعملوها، وسهله خالص. وهي مربى دايت من غير سكر خالص، ما بحطش سكر خالص. وعايزه اقول لكم ايه، بتتعمل باي نوع عنب ابيض، عنب سوري العنب اللي هو من غير بذر، انما العنب اللي بذريه ما بيت. اهو يا حبايبي، جبت العنب وغسلته حلو قوي 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 وفرطته بالشكل دوت، وبحط عليه شويه كوبايه الا ربع ميه كده، يعني كوبايه الا ربع ميه. اوكي اهوت. وبحط على المربى، اي مربى على فكره، بحط عليها لو انت عندك قرنفل صحيح حطي حبيتين قرنفل، لو كميه العنب كبيره اللي انت بتعمليها. لو كميه العنب قليله، يعني كميه المربى، بتحطي حبايه واحده. انا عشان عامله كميه كبيره فايه حطيت مقدار كده حبيتين قرنفل مطحونين، انا طحناه عشان كده حطيته مطحون. اوكي. وبعلي عليه شويه لحد ما يغلي، قد 3 دقايق كده يديني غلوه، واقوم بعد ما يغلي، لازم بعد استنى لما يغلي هغطيه، ولما يغلي اقوم عصره ليمونه على المربى واكمل معاكم. اهو يا حبايبي، بعد ما مربى العنب استوت وبقت متسبكه كده اهوت الشكل دوت، يدوبك تبرد واعبيها في برطمانات واعقمها. وايه تاني كنت حابه اقول لكم عليه؟ بس كده، وبالهنا والشفا. ويا ريت كده تعملوا لايك وشير وتفعلوا الجرس، وبالهنا والشفا. وصدقوني المربى دي مفيده جدا وحلوه وهتعجبكم. صحة وعافيه لكل اللي هيجربها وياكلها، وسلام.